السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة هي حلقة ضمن حلقات وسلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه، لأن خلاص يقترب شهر رمضان الكريم. كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. وبما إن يقترب شهر رمضان يقترب معاه الموسم الرمضاني 2026 للمسلسلات، مسلسلات رمضان. في حلقتنا النهاردة جايين نتكلم عن مسلسل جديد وهو مسلسل إفراج، المسلسل اللي من بطولة عمرو سعد، المسلسل اللي تم الاعلان عنه رسميا ونزل له البوسترات ونزل له اعلان ليه. فكل اللي عايز تعرفه عن مسلسل افراج لعمرو سعد هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. قبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. أنا كنت عديت نفسي ميت، ملهاش عايزة الدنيا اللي خسرت فيها أعز الناس، عشان كده مفيش مخلوق هيقدر عليا. مسلسل افراج زي ما قلت من بطولة الفنان عمرو سعد اللي السنة اللي فاتت ما كانش نقدر نقول ما كانش محقق النجاح المطلوب منه في مسلسل سيد الناس. مسلسل سيد الناس اللي كان عليه آراء وانتقادات كبيرة جدا جدا لحاجات كتير مختلفة كلنا عارفينها. فداخل علينا عمرو سعد 2026 بعمل جديد وقصة جديدة. هل هتكون قد التوقعات؟ ده اللي هنعرفه خلال حديثنا عن تفاصيل المسلسل ولما نشوفه في الموسم الرمضاني. تعالوا الأول نخش ونتكلم ونتعرف على ابطال وصناع مسلسل افراج اللي من بطولة كل من مع حفظ الالقاب للجميع عمرو سعد، حاتم صلاح، وطارق عماد، سما ابراهيم، وعبد العزيز مخيون، وعلاء مرسي، ومعاهم احمد عبد الحميد، وجهاد حسام الدين، وعمرو السعد، واخيرا دنيا ماهر. والمسلسل من 3 مؤلفين، في 3 مؤلفين كتبوا العمل ده وهما احمد حلبة ومحمد فوزي واحمد بكر. والمسلسل من اخراج احمد خالد موسى، واللي كان اخرج قبل كده لعمرو سعد مسلسل ملوك الجدعنه مع مصطفى شعبان. وما ننساش ثنائيه مسلسل العتاوله، الجزء الاول والجزء الثاني. وبعد ما تعرفنا على ابطال وصناع مسلسل افراج، تعالوا نخش ونتكلم في تفاصيل وقصه مسلسل افراج والاعلان اللي نزل عنه. حماس من قلب منطقة شعبية، أسرار الماضي تشعل صراعات الحاضر. وطبعا في الإعلان عن المسلسل كان عمرو سعد نزل بوست على الانستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي بتاعته، واللي أعلن فيه عن البوستر الرسمي للمسلسل، وكان كاتب توكلنا على الله. البوستر الرسمي لمسلسل إفراج دراما إنسانية مستوحي من أحداث حقيقية. إن شاء الله المسلسل في كل البيوت المصرية والعربية، وإنها قصة حقيقية من ملفات كانت ممنوعة من النشر. ولقد تجرد المتهم من كل قيم الإنسانية وجاهد فطرة الله، فقتل وظلم وكذب وخان، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ده شيء أحب أنا نوعية الأعمال والمسلسلات اللي بتكون من قصص حقيقية، ودي القصة اللي جاي عمرو سعد يحكيها لنا في مسلسل إفراج مع عدد كبير من النجوم. أنا عباس الريس، أنا اللي قتلت مراتي وعيالي ومش هيصعب عليا حد. وتدور أحداث مسلسل إفراج في إطار درامي اجتماعي وإثارة وتشويق، حيث إن الأحداث الرئيسية بتدور حول شخصية اسمها عباس الريس، ودي الشخصية اللي هيكون قايم بدورها الفنان عمرو سعد. راجل بسيط من طبقة شعبية بيلاقي إن حياته بتكون مضطربة بعد ما بيتعرض لعملية نصب واحتيال معقدة بتتدخل بقى فيها المصالح الشخصية والظلم
الظلم الاجتماعي واستغلال النفوذ والسلطة. ومع تصاعد الاحداث طبعا بعد الظلم وده كله بيتعرض عباس الريس ان هو بيتسجن لمدة 15 سنة، وبعد ما بيخرج وده اللي هو عليه اسم المسلسل افراج، يعني ما بعد ان عباس الريس بياخد افراج من السجن ده والمدة اللي قضاها في السجن، انا كنت عديت نفسي ميت، عشان كده مفيش مخلوق هيقدر عليا. بيجبر عباس الريس على ان هو يخوض مواجهات شرسة مع قوة نافذة وقوة كبيرة داخل وجوه المجتمع، في محاولة منه لاسترداد حقوقه وكرامته اللي بقت مهدرة او اللي اتاخدت منه نتيجة الظلم اللي هو اتعرض له. عايز نبقى لقمة في الزور زي النوبة اللي فاتت وادهس. خداني الحق قرار خدته وطريق همشي. وان شخصية عباس الريس دي لاسترجاع حقه وكرامته وكل ما اخذ منه عشان يرجع حقه على قوته وذكائه الفطري وخبرته في الحياة وسط حياة اجتماعية بنشوف فيها ضعف العدالة الاجتماعية، وبنشوف فيها برضو العلاقات الانسانية المعقدة جوه المجتمع ده داخل الحارة المصرية. زي ما اتكلمنا قلنا ان عباس الريس من حي شعبي في احدى الحواري، وطبعا زي ما شفنا في الاعلان اللي نزل ازاي ان هو بيخرج وان هو بيتحدى ناس وبيكون في مطاردات مع ناس، واكيد الناس دي هي اللي ظلمته وكانت السبب في ان هو يقعد في السجن لمدة 15 سنة. ملهاش عايزة الدنيا اللي خسرت فيها اعز الناس. وبنشوف في الاعلان الفنان حاتم صلاح اللي بيخرج من عباية الكوميديا وبيخش في عباية الدراما، والصراحة متحمس جدا للدور بتاع الفنان حاتم صلاح، اشوف هيقدمه ازاي. وباين من الاعلان في كام مشهد اللي طلع له ان هو شخصية هتكون صاحبة عباس الريس وان هي هتساعده ان هو يرجع حقه. موت القديم عشان تعرف تحيي الجديد يا صاحبي. ومن خلال الاعلان برضه شفنا ان هو تقريبا ملوش في الدم او ملوش في القتل او ان هو ما بيعملش حاجات غلط وحرام. قتلت عليه يا عباس، من قايل لك ايه خطلع اجيبه عشان مش عايز نقطة الدم. انت جاي تعرض عليا انا شداد ان اشتغل معاك في الشمال؟ بس انا جوايا احساس كده ان شخصيه حاتم صلاح دي هتنقلب على شخصيه عباس الريس، مش عارف ليه، وهيبقى في بينهم عداوات، وان عباس الريس هيحاول ان هو ياخد منه حقه في حاجه هو اتظلم فيها من حاتم صلاح. ده احساسي بيقول لي لا، موضوع الصحوبيه ده مش هيكون مكمل او هيكون في بدايه المسلسل وهيكون واحد من الاسباب اللي الناس سجنته. ده احساسي، وفي الاول وفي الاخر ده هنشوفه في المسلسل ايه اللي هيحصل او ايه هي العلاقه اللي ما بينهم. دايرة الانتقام دي شكلها حطوله الكل. وبرضه في الاعلان بنشوف الفنانه طارق عماد، ومن الواضح ان هي برضه هتكون من احدى الحواري او من احدى المناطق الشعبيه في مصر، وبتكون شغاله مغنيه في كباريه على ما اعتقد. فيها اعز الناس. وانا معتقد ان دي الثنائي او قصه الحب اللي هتكون موجوده في مسلسل افراج. راجل غريب بس قريب للقلب، انا حبيته. وبس كده، دي تعتبر اهم تفاصيل عن قصه مسلسل افراج. وطبعا مسلسل افراج بيتكون من 30 حلقه وهيتعرض على قناه MBC مصر ومنصه شاهد MBC. عرفتوا مين اللي قتلها يا باشا؟ هي الدنيا كده محتاجه اللي قلبه ميت. وبس كده يعتبر انا اتكلمت عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل افراج. نيجي دلوقتي للسؤال المهم بتاع كل حلقه، هل متحمس للمسلسل؟ هل متحمس ليه ان انا اشوف قصه جديده بيقدمها عمرو سعد؟ خلال الاعلان انا اعتقد ان ده شفته، مفيش صوت عالي، مفيش حاجه زي اللي شفناها في سيد الناس. الواضح ان هي قصه زي ما بقول قصه حقيقيه، اتمنى ان هم يقدموها من غير، اكيد بيبقى في حبكه دراميه بتدخل جوه الاحداث او تغيرات في بعض الشخصيات او بعض الاحداث، بس اتمنى تكون ان هي تكون واقعيه اكتر. كده كده عمرو سعد هيخش يضرب الكل، شفنا منه تلميحات في الاعلان بس عادي يعني ده طبيعي، لكن اتمنى اشوف حاجه كويسه، اتمنى اشوف حاجه عمرو سعد بيقدمها تكون مختلفه عن اعماله الاخيره وتكون دي عودته واستكماله. يعني اخر مسلسل اعتقد ممكن برضه ما كانتش الناس اتفقت معاه، بس انا شفته ان هو حلو واتعمل كويس، وده كان مسلسل ملوك الجدعنه، ده تمام. فانا متحمس جدا جدا لمسلسل افراج، واكيد من المسلسلات اللي هتفرج عليها في الموسم الرمضاني. انا عايزك برضه انت كمان تنزل تحت في الكومنتات وتقول لي رايك، ايه توقعاتك للمسلسل، متحمس للمسلسل، وايه اللي
اللي انت حاطه، وايه هي توقعاتك للمسلسل ولعمرو سعد ودوره اللي هيقدمه في مسلسل افراج. كل ده واكتر تقدر تنزل تحت تناقشني فيه في الكومنتات. وبس كده اعتبر ان انا اتكلمت عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل افراج لعمرو سعد، فاتمنى تكون الحلقه عجبتك. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تنزل تحت تدعمني، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام. إفراج على NBC مصر، رمضان يجمعنا.